السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب في الله؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد. عندنا ريان قبل الفيديو اشتركوا في قناة عشان الصلاة تكبر بيكم. النهارده بقى فيديو تشجيعي جدا جدا. روتين بقى ما بعد العيد. عايزه اقول لكم، قلت انزل السوق عشان كنت عايزه بقى اعمل محشي. بقالي كتير ما عملتوش من قبل رمضان، فقلت لا محتاجه اعمل محشي اللي هو مشكل، يعني بتنجان وفلفل وكوسه وكده. عايزه اقول لكم الحاجه صبحه وجميله. انا كنت نازله اصلا المغرب، فما شاء الله الحاجه كانت صبحه وحلوه قوي. بالليل عندنا بيطلعوا الحاجه اللي هي بقى ايه لسه بتاعت تاني يوم، يعني كل ما الحاجه بتخلص بيطلعوا تاني. فالحاجه دي كانت بالليل. جبت الكوسه كيلو الا ربع ب5. جبت البتنجان الكيلو ونص ب10. جبت الليمون ده نص كيلو ب10. جبت الخيار نص كيلو ب5. جبت القوطه نص كيلو ب5. القوطه دي للسلطه، انا عندي في الفريزر صلصه هعمل بقى المحشي. كنت محتاجه حاجات سلطه، يعني عندي انا جزر. جبت قوطه وخيار، وجبت الفلفل نص كيلو ب7، ب14 جنيه الفلفل. عندي كام قطعه كام خيارات في التلاجة، جبت بقى اكمل عليهم لان كانت الحاجه بدات تشطب عندي. كنت جايبه الحاجه من قبل العيد بكام يوم، فيعني كتر خيرها كده بقى لها كده اكتر من اسبوع معايا. فقلت برضو ايه اجيب حاجات على قد كده. انا كده كده هنزل اول الاسبوع زي ما بنزل كل مره، فحاجات تمشيلي الكام يوم دول، يعني لحد ما انزل ان شاء الله السوق اول الاسبوع اللي هو يوم الاحد. فالله المستعان. الكلام ده مفروض اصلا اول امبارح، الفيديو ده من اول امبارح. تمام كده. الحاجات دي جبتها زي ما قلت لكم بالليل، وتاني يوم بقى بدات اعمل المحشي واعمله معاكم النهارده بالتفاصيل باذن الله في الفيديو. جبت بقى المنظمات بتاعتي، لازم كده بحب ارص حاجتي في المنظمات، بحس كده التلاجة متروقه ونضيفه كده ومفيش. وجبت برضو الفاكهه كده معايا. الفاكهه بحطها بره التلاجة لان بتبقى ساقعه قوي على الاولاد. رتبت بقى الحاجه في العلب او في المنظمات. وسبت البتنجان زي ما هو لان ما شاء الله كتير، وفي نفس الوقت انا تاني يوم كنت هعمل محشي فمش محتاجه ان انا ايه احطه في منظمات. جبت التفاح، لقيته غلي برضو مره واحده، لقيته ب40، جبت كيلو. جبت خوخ ب20، ما شاء الله حلو قوي اليومين دول، عاجب قوي الاولاد. جبت برضو كيلو. بس كده ما قلت لكم جيبي نوعين، نوع او نوعين بالكتير من الفاكهه. لو انت بتجيبي حاجتك بالاسبوع زيي، ما تكتريش عن كده ويخلصوا الاسبوع اللي بعده جيبوا تاني، فاهمين قصدي؟ بس كده. وجبت بقى حاجات كنت عايزه اغسل وكده. فجبت ريال سايب نص الكيلو، جبت ب10، الكيلو ب20. جبت كيس باهي ب10، وبحب احطهم على بعض. وبحب بقى اوقات ان انا ازود الكميه، بجيب كيلو. كيلو باهي على كيلو اي ريال سايب، بس بيبقى نوع نظيف. في انواع ب15، انا بجيب النوع اللي ب20 عشان بيبقى احسن ومبقاش مكلكع كده، وبيبقى حلو معايا مش بيبقع في الهدوم. جبت شامبو للشعر وكده سباركل، بس لونه اسود، اول مره اجيب النوع ده. بحب يعني ان هو نوع سباركل دوت. بعد ما دوته غلي بقيت اجيب اللي هو سباركل، فجميل قوي. انا عندي زي ما قلت لكم قبل كده الباسكت دوت اصلا نظيف، عمري ما حطيت فيه يعني كمامه عزكم الله. فقلت اعمل له اعاده تدوير، ان انا محتاجه علبه للاريال اللي ما عنديش علبه للاريال، فقلت انا هحطه فيها وكده كده بغطا. وبحطه تحت الرخامه، تحت رخامه المطبخ جنب الغساله، وبحط فيه الاريال بتاعي. فبحب احط بقى ايه نوع سايب زي ما قلت لكم، وعليه نوع باهي او اوكسي. يعني لما بلاقي اوكسي او باهي ده النوع الاساسي اللي انا بجيبه، الانواع اللي هي الشركات. وبجيب عليه نص كيلو من السايب او كيلو. لو كيلو باهي او كيلو اوكسي بحط قصاده كيلو سايب، لو نص بحط قدامه نص سايب. فاهمين قصدي؟ بيبقى ايه المعادله نص، يعني 50 50، يعني فاهمين قصدي؟ عشان برضو بزود بالكميه، اللي هو السايب ده بزود بالكميه، وباهي او اوكسي بيبقى تحفه جدا في التنظيف وفي الريحه وفي الرغوه. التاني برضو لو لوحده ما احبوش لوحده صراحه، ما بيرغيش. فانا عايزه اضافه زياده كميه، وفي نفس الوقت برضو بينضف. بس هو ما بيرغيش، دي مشكلته. انا لو ما فيش رغاوي كده في الغساله ببقى ايه قلقانه من نظافه الغسيل بصراحه، وبالذات لو هدوم اولادي. فزي ما انتم شايفين كده بحط يعني كوبايه، معيار كوبايه في الغساله كلها. كوبايه كامله، يعني المعيار بتاع الكوبايه الكامله ده ما شاء الله بيبقى حلو قوي على الغساله، بيرغيها وبيخلي الحاجه تنضف. بس كده بالنسبه للايه الاريا اللي انا جايباه. وخلصت بقى هنا، ومفروض كده تاني يوم، يعني انا المفروض دلوقتي تاني يوم اول ما صحيت شغلت الغساله. وبعد كده وفطرنا كل حاجه، وبعد كده شغلت الغساله وقلت بعمل فنجان قهوه قبل ما ابتدي اي حاجه. الفنجان ده بصراحة يعني بصوا لازم كده بعد الفطار دوت، يعني بيفصل كده اليوم. لان مش عارفة اليوم في ايه، انت تقومي من هنا تنامي هنا. التوقيت بتاع رمضان مخلي الواحد مدروخ. بيقوم متأخر، بيقوم وعايز ينام تاني، فمش عارفة في ايه. مش عارفة انا لوحدي كده ولا انتوا كمان. بجد الواحد اليومين دول عايز يعني ايه، يوم من على السرير عايز ينام تاني.
فالله المستعان قلت لا انا اليوم بتاع المحشي ده طويل، وانا عملت حاجات كتير في الشقه برضو هصورها معاكم بس في الروتين اللي بعد ده، عشان الفيديو كان طويل جدا. كنت برضو الشقه عايزه لها برضو ايه يعني كنسه كده محترمه، فغيرت فرش السراير، كنست الارض كنسه حلوه يعني، نفضت الحاجه وكنست لاني اكني ما عملتش اي حاجه في الشقه تنظيفه عيد. والله المستعان. عملت فنجان قهوه وبدات كده مع نفسي، قلت يعني خدت فنجان قهوه وخدت البتنجان والحاجه قورتها بره في الصاله، وبعد كده دخلت بقى قلت ايه اعمل بقى الصلصه وكده، التقليه او التخديعه بتاعه المحشي. فطالما انت كده قورت البتنجان والكوسه او الحاجه اللي انت هتعمليها، او لو كرنب وسلقتيه وكده قبلها بيوم، او مثلا الصبح بدري كده وكده خلاص خلصتي، فاضل خطوه واحده في المحشي اللي هي الصلصه، بجد تفرق معاكي جدا لان انت عملتي كله مره واحده زي ما انا عملت كده. الموضوع متعب، وبالذات كمان انا عملت حاجات في الشقه كمان معاها، فالموضوع كان خلاص انا خلاص كلنا، كنت عملت المواعين قبل ما ناكل. فالحمد لله خلاص بقى يعني مبقاش ورايا حاجه، يا دوبك عملت فنجان القهوه وقعدنا بقى خلاص، اللي هو ايه ما حدش يطلب مني حاجه تانية، انا مش قايمه تاني عامله حاجه. فربنا يقوينا يا رب ويعيننا جميعا. كده عملت بقى الزيت، وفرمت كده بصلتين وسط او بصلايه كبيره، وحطيت معاه قرن فلفل في الكبه، تبقى حلوه قوي. عايزه بقى المحشي سبايسي كده، الناس اللي بتحب الحاجات الحراقه حط قرن اللي هو حراق، اللي هو الفلفل الحراق اللي هو والشطه. تمام كده، انا بحبه مش حراق عشان اولاد كمان، وانا كمان ما بحبش الحراق. فحطيت فلفل رومي في الكبه كده، بتفرموا مع بعض وبتحطوهم مع بعض. بس كده اول ما بيبداوا بقى خلاص يعني يصفروا كده او يدبلوا ويبداوا يحمروا، بتبداي تنزلي بالصلصه بتاعتك. انا كان حطيت اللي هي الصلصه اللي انا مفرزاها، بجد نفعاني جدا جدا جدا. القوطه اليومين دول ب10 جنيه وب8 جنيه، فانا كنت جايباها 3 كيلو ب10 تقريبا او ب5 والله ما فاكره. فبصراحه نفعاني جدا، دي اللي كنت مفرزاها عشان رمضان، فلسه عندي ما شاء الله لما بارك يجي 5 6 اكياس. فبصراحه نفعني جدا في حاجه زي كده بقى. اليوم مثلا طويل وبتعملي كذا حاجه بتنفع، او يوم بتاع المحشي برضو بتنفع، فانت بتبقي ايه شايلاها في الفريزر، وبدل ما لسه تغسلي القوطه وتضربيها وتسبكيها، يعتبر متسبكه نص تسبيكه، فمش تاخد سوا على البوتاجاز اصلا. هنا بقى خلاص غسلت البتنجان وسبته يتصفى، البتنجان والفلفل والكوسه غسلت قورتهم وغسلتهم كويس، وسبتهم بقى يتصفوا في المصفى دي. عايزه اقول لكم المصفى دي اختراع بجد، يعني بعمل فيها كل حاجه كل حاجه بجد معنى الكلمه. بجد انصح اي حد ان هو يجيبها، بجد جميله جدا جدا، مش ان هي للمواعين بس، بقى بغسل فيها كل حاجه، فاكهه خضار، شغاله اي حاجه فيها بصراحه بتنفعني، وعلى طول مش بحطها، اوقات بحطها على الحوض واوقات بستعملها، اوقات بحطها في الارض لو عندي مواعين، فاهمين قصدي. فبصراحه حلوه ما بتاخدش مكان، اللي هي المصفى يعني بتاعت الحوض. هنا بقى بعد ما الصلصه اتسبكت بدات احط بقى التوابل بتاعتي، بحب احط فلفل اسمر، كزبره طبعا، بحب احط كزبره ناشفه مع البصله في الاول وهي بتتحمر، وكمان بحط كزبره في الصلصه نفسها. وحطيت 7 بهارات وفلفل اسود وملح، وبحط واحده مرقه دجاج كده قلت تديها طعم حلو، وبابريكا عشان الصلصه كنت حاساها مش حمرا قوي، مع ان انا حاطه لها اللهم صل على سيدنا محمد ده بنجر، وهي بتتسلق يعني، وانا بفرزها حط لها بنجر، بس مش عارفه ليه مش محمره قوي المره دي. حطيت لها كده معلقه كركم، بابريكا، معلقه بابريكا صغننه، قلت تديها لون كده، اما تبدا تغلي هتديها لون حلو قوي. تمام كده. واوقات احط قرفه وجنزبيل في المحشي، بيبقى تحفه طبعا مش كتير يعني، حاجات كده ايه يعني اقل من ربع معلقه. فالقرفه والجنزبيل بيدي طعم حلو جدا جدا المحشي، جربوها بجد هتعجبكم جدا. ورشه كمون بسيطه خالص برضو بتدي طعم حلو قوي في المحشي. بس الحاجات الاساسيه ملح، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، ولو في 7 بهارات بتبقى جميله جدا، بس كده. والمرق الدجاج دي برضو اختياري مش اجباري. تمام كده. المحشي ما بغسلش الرز بتاعه، الرز ده اصلا عشان نضيف ومتكيس وكده متغلف يعني، فكده كده اصلا انا ضامنه نضافته لان انا مجرباه قبل كده، كنت جايبه منه من قبل رمضان، فده كان اخر كيس عندي خلاص بقى اللي هو ايه بشطب الرز. عايزه اقول لكم لقيته غلي، مش عارفه، ناس بتقول اسعار غريبه، في ناس بتقول 28 و30، مش عارفه ليه غلي كده. انا كنت جايبه الكيس من ده ب 18 جنيه بس، مش كيلو ده 800 جرام او 850 جرام. بس الرزايه ما شاء الله نضيفه وحلوه ومش متكسره، لا سليمه. فزي ما انتم شايفين كده، بحب انا المحشي اشوحه كده على البوتاجاز، مش بحب اعمله ني في ني وبيبقى كله ميه كده وبتاع، لا، بحب كده انشف الميه اللي فيه كده على البوتاجاز وادوه تشويحه حلوه كده. بحط الخضره المجمده على الصلصه وهي سخنه. بصوا هتلاقوها، حتى انا مش بحب الخضره كتير فتلاقيني الخضره مش واضحه قوي في المحشي. بحب احط حاجه بسيطه خالص كده، ببقى مكيسه الكيس على قد الاكله، ما بحبش الخضره تبقى كتير ولا كبيره، بحبها صغيره وقليله في المحشي، احنا كده يعني في البيت عندنا. تمام كده. وبعد كده بتحطي الخضره
اللهم صل على سيدنا محمد. بتحط الخضره مجمده يعني، أنا لسه مطلعاها من الفريزر طازه كده دلوقتي، حطيتها على الصلصه وهي بتغلي. لو طلعتيها بقى تفك وكده هتلاقيها طريت واسودت وبقت بتنزل ميه، فده مش حلو خالص. وهتلاقي حتى انت حطيتها تلاقيها مسوده في الاكل. فاي خضار انت تفرزيه، مش الخضره بس، اي خضار انت تفرزيه طلعيه وهو مجمد من الفريزر على الحاجه السخنه، اذا كان شوربه اذا كان صلصه، تكون سخنه وبتغلي. هتلاقيها بقى ايه اما تفك معاكي في الطبخه بتاعتك او في الحله بتاعتك، هتلاقيها ما شاء الله كانها فريش. لكن لو طلعتها تفك هتلاقيها اسودت ونزلت ميتها وبقت معجنه خالص. بس كده بالنسبه لايه الخضره. اللهم صل على سيدنا محمد. هبدا بقى احشي كده المحشي بتاعي. بحاول ان انا اوقفه، طبعا ماليش طول بال ان انا افضل اوقف في البتنجان والكوسه، فبفضل احطها كده يعني، اميل الحله وابدا احط. وفي الاخر بقى لو عرفت ارص ما عرفتش والله بخليها كده ببركتها، وبحط الشوربه وكده كده يتاكل يعني، الف انا وشفا. فاللهم صل على سيدنا محمد. عشان انا بقيت المحشي بتاعي وهوريكم الشكل في الاخر. كده خلاص عملت حشيت المحشي بتاعي. وهنا كنت عندي شوربه في الفريزر. دي بقى الاوقات اللي بينفع معانا الشوربه بصراحه بتاعت الفريزر دي، اما يكون عندي شوربه لحمه كده وشوربه فراخ بصراحه يعني مستخسره ارميها او طعمها حلو كده، بفضل اخليها تغلي حبه حلوين كده على النار، زي خلاها مركزه. وبعد كده بصفيها بقى من ورق اللوري والحاجات الحلوه بتاعتها، الحبان والروزماري والكلام ده كله. ببدا اصفيها وببدا ايه بعد ما تهدى خالص احطها في الفريزر. كنت اقول لكم في البوتاجاز في الفريزر. تمام كده. هنا سقيت المحشي. انا بحب اسقي البتنجان والفلفل والكوسه كتير، بحب يبقى فيه ميه كتير كده على الكرنب. والورق عنب برضو بحب يبقى ميته كتير، لاني بيطري الورق عنب. فاللهم صل على سيدنا محمد. كنت بقول لكم ايه. اه بعد كده الشوربه بحطها في الفريزر. بتنفع بقى. جيت بقى عشان اجيب فراخ وكده، لقيت المحلات الفراخ كلها قافله عندنا بلا استثناء. فراخ محلات اللحمه لسه هيفتحوا يوم التلات، فمش عارفه في ايه الناس عامله مقاطعه ولا ايه، والحاجات اللي انا كنت جايباها للعيد كلها خلصت، اللهم لك الحمد يعني. فاللي هو انت مش لاقي اي حاجه تعمليها جنب المحشي. قلت والله خلاص انا قورت البتنجان وظبطت الصلصه يعني، خلاص يعني انا هعمل اكله تانية. والله ما انا عامله اكله تانية. خلاص انا هعمل المحشي وانا عندي شوربه في الفريزر. فعشان كده ايه بقول لكم بصراحه الشوربه بتنفع. انا يعني حاطه شوربه لحمه وشوربه فراخ، فانا طلعت بالبركه لاني مش كاتبه عليهم. فاتضحت ان هي شوربه فراخ بس كانت جميله جدا. زودتها بقى وحطيت لها ملح وفلفل اسمر وحطيت لها مرقه دجاج وظبطتها. وكانوا شويه محشي اللهم بارك، الف انا وشوف اللي كان. وبس كده. كان عندي بقى مواعين كتير بتاعت الصبح. قلت لا ما بدهاش، انا هقف بقى على المواعين دي لحد ما المحشي يستوي، عشان انا لو قعدت هريح. فانا خلاص انا هعمل الحاجه دي وانا واقفه. ويا دوبك خلصت وخلاص وكنست المطبخ والمواعين ظبطت الدنيا كلها. كان المحشي استوى الحمد لله. فغرفنا كده وبعد كده مفضلش بقى اي حاجه غير الطبقين اللي كلنا فيهم، غسلتهم وانا بعمل القهوه اللهم لك الحمد. كنت خلاص خلصت وخلصت بمعنى الكلمه. فالحمد لله المواعين دي بصراحه بتبقى اهم على القلب والله يا جماعه يعني، مهما حصل ومهما كلبستهم في الحوض قلت خلاص كده انا خلصت. بتحسي برضو ان في حاجه لا يعني لو وقت المطبخ كله في مواعين في الحوض، لا لا في حاجه غلط. فيعني ربنا يدينا الصحه يا رب، ونفضل على طول بصحتنا ونعمل كل حاجه بايدينا يا رب، اللهم امين. ربنا يديمها صحة ونعمة علينا. هنا بقى اللمبة أصلا عندي محروقة في المطبخ، فعمالة أقول إيه اللينج رايت عمال يروح ويجي مش عارفة في إيه بيفصل. قلت له والنبي كمل معايا عشان أنا أصلا شايفة بالعافية والله العظيم اللمبة مش عايزة تشتغل خالص. جبت لمبة مش راضية تشتغل خالص. فمش عارفة ليه معندة معايا اللمبة يعني. فإن شاء الله هحاول نشغلها برضو تاني بإذن الله النهاردة. بس كده زي ما انتم شايفين خلصت بقى، والرخامه بقت فل شمعة منوره. والارض كمان نفضت الارض وكنستها وظبطتها. وكنت حاسه ياه عايزه بقى انام في المطبخ بصراحه من النظافه. وخلصت بقى الحاجة والمواعين كده حطها على الغسالة. حاطة كده الفوطة وحاطة على الغسيل المواعين. وكنت شلت الغسيل بقى من الغسالة ونشرته. فيعني ياه كده كنت خلاص يعني احلى وقت في الدنيا. مفيش غسيل في الغسالة، مفيش مواعين في الحوض. الحمد لله اتغدينا والمطبخ زي الفل وكنست الارض وظبطت الدنيا. وكمان عملت فنجان قهوة في احسن من كده في الدنيا، اللهم لك الحمد يعني ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. بجد كان الموضوع منعش كده وجميل تمام كده. هنا بقى كان الدرج المعالق فاضي من المعالق، كان كلها مغسوله. فسبتها تصفى خالص كده وبدات ان انا ارص الدرج كده. بحب ان هو يكون مرصوص بالمعالق. اول ما يفضى العلبه بتاعت المعالق حطها على الحوض كده. بحب اصفي المعالق. تلاقيني رصيتها على طول. بحبها تبقى قدامي على طول في الدرج.
كده بصوا المحشي بقى يعني يمي يمي معنى الكلمه، جميل جدا، كان طعمه حلو قوي. الف انا وشفا اللي كل بجد. الحاجه حبيت بحب اسويه قوي عشان يبقى طعمه مش مهري ومش ني، يعني فاهمين ازاي. فالف انا وشفا اللي كل زي ما انتم شايفين كده المحشي بيتحدث عن نفسه. قلت بقى ايه خلاص كده، بصوا بصوا الحوض فاضي ازاي. وقلت حتى والله مش هرص المواعين بقى لما ايه افوق كده، إيه قبل ما انام، لا اما الصبح ان شاء الله. عملت بقى القهوه زي ما انتم شايفين كالعاده، كوبايتي كانت من غير وش، فيعني رديت بما قسم والله لي. تمام كده. عملت القهوه وقلت بقى جوش عليه بقى كوبايه قهوه بقى، طلعت بقى كاس كده من النيش ان شاء الله عن حد احوش. وعملت بقى الفنجيل كده، الفناجيل بتاعه القهوه. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم والروتين يكون عجبكم، بحبكم اهو في الله، كل سنه